السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا، وأكلة اللي هي حلوة قوي. وفي طاجن واحد، يعني نعمل كل ده في حلة واحدة وفي طاجن واحد، وسريعة جدا. مش سريعة قوي يعني هو سوى اللحمة اللي هياخد مننا وقت شوية، انما هي مبتاخدش وقت خالص. وتغيير بقى. حيرة كل يوم بتاعت الأكل بقى، هناكل ايه وهنشرب ايه والكلام ده. هيبقى أكلة جميلة وسهلة وحلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله اللحمة دايبة، والاكل كله ما شاء الله جدا. المكونات كلها حلوة جدا وبسيطة، ورز مفلفل وكل حاجة جميلة. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. يا رب الوصفة تعجبكم. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجة عندنا هنعملها هي ان احنا نسوي اللحمة. اكيد طبعا اي اكل هيكون فيها لحوم لازم نسوي اللحوم الاول، عشان اكيد هي بتاخد اكتر وقت معانا في الوقت يعني، او في الطبخ. برضو عشان لو في بنوتات امارات يعني كده بيتفرجوا عليا، اول حاجه لازم نبتدي فيها في الاكل خالص عشان تاخد راحتها وتستوي على مهلها كده وبراحتها، ما تبقاش فيها مثلا تكون مش مستويه، تكون مثلا فيها حاجه. فاحنا يفضل ان احنا نسيب اللحوم او اي بروتين عامه يستوي براحته على مهله خالص، وهو اللي نبتدي فيه في الاول. تمام. انا حطيت بقى، جبت الحله بتاعتي، رحت حاطه فيها معلقه سمنه حلوه كده، وبعد كده هروح نازله باللحمه بتاعتي. تمام. هنزل بقى بقطع اللحمه وهشوحها. انا من ضمن الناس اللي بتحب تشويح اللحمه قبل ما تتسلق. في ناس بتحبها ان هي تبقى مسلوقه على طول من غير ما تتشوح، دي حاجه على حسب راحتك. دي حاجه انتي بتحبيها او حاجه على التعود، براحتك جدا، مفيهاش اي مشكله. تمام. انا هشوح اللحمه الاول، وبعد كده هبقى هزود لها بقى المطيبات بتاعتها، المكونات اللي انا هزودها عليها والتوابل والكلام ده كله. تمام. هنزل في فلفل اسود وكمون وكزبره روزماري مطحون، وورق لورا مطحون. تمام. دي التوابل اللي انا حطيتها. بصي، حطي التوابل اللي تحبيها خالص. ممكن تحطي ورد مجفف، او اللي هو في خلطه كده بيعملوها للشوربه بتبقى جميله جدا. ممكن تحطي ليمون لومي مثلا، ممكن تحطي جنزبيل كمان. بصي، الحاجات اللي في الشرب، الحاجات المطيبات بتاعه الشوربه دي كتير قوي، وكل واحد على حسب راحته، على حسب الطعم اللي بيحبه فين في الطبخه. انما الاساسي معانا ملح وفلفل وكمون، اللي هو فلفل وكمون وكزبره، دي التوابل الاساسيه. انما الباقي بقى حاجات اضافيه. تمام. طيب. بالنسبه للخضار او الحاجه اللي احنا نحطها مع اللحمه، انا حطيت بصلايه، متوفر عندي بصلايه بس عادي. ممكن نحط طماطم، ممكن نحط جزر، ممكن نحط ليمون كمان. يعني انا كان عندي ليمون بس نسيت احطها. كل الحاجات دي بتخلي الاكل جميل جدا. تمام. بتديله تيست كده عالي وحلو قوي. تمام. انا بقى خلصت اللحمه، سبتها براحتها خالص، سبتها فوق الساعتين كمان. اول ما غلت في الاول سبتها بقى، رحت يعني انا دلوقتي سبتها ساعه ونص دلوقتي قبل ما اهدي عليها. فتحت عليها واختبرت اللحمه، لقيتها اللي هي ايه، خلاص استوت. يا خلاص يعني فاضلها تكه، لان انا بحبها دايبه، مش بحبها اللي هي تحس انها بتشد شويه، لا. ولحد دلوقتي انا ما حطيتش الملح، يعني احنا بنحطش الملح في اول اللحمه عشان بتاخد راحتها في السوا. تمام. بعد ما خلاص كده خلصت، رحت حاطه الملح بتاعها مظبطاه، ورحت مهديه عليها وسيبها تكمل على راحتها بقى فين، في الحل. تمام. يفضل ان احنا نسيب اللحمه براحتها، تستوي براحتها خالص، عشان تبقى طعمها جميل وتاخد راحتها في السوا كده. تمام. دلوقتي بقى انا جهزت الحله التانية عشان هعمل التسبيكه او الصلصه او التخديعه بتاعت الايه، الخضار اللي هعمله في اللحمه. تمام. انا النهارده يعتبر هعمل طاجن لحمه بالخضار، او بيقولوا عليه اللي هو تورلي بالخضار. تمام. بس انا يعتبر لو مش هعمله تورلي اللي هو في الفرن، لا، انا هسويه كله على النار، وهديله بس اللي هو وش شوايه في الطاجن، اللي هو ياخد ريحه الطاجن بس مش اكتر. تمام. ممكن نعمله من الاول خالص في الطاجن برضو عادي، مفيش اي مشكله، بس هياخد وقت شويه عن الايه، عن النار. تمام. انا رحت حاطه في الحله معلقتين سمنه، برضو ممكن نحط سمنه على زيت، ممكن نحط زبده. بصي، الماده الدهنيه اللي تحبيها حطيها، مفيش اي مشكله. تمام.
ورحت فرمه، يعني انا استسهلت على نفسي كده او سهلت على نفسي الموضوع، وفرمت البصل. فرمت بصلتين اللي هما متوسطين حلوين كده، تمام. فرمتهم فرم ناعم. وبعد كده جبت معلقه من الثوم، دي اختياريه، حابه تحطيها تمام، مش حابه تحطيها او ما بتحبيش الثوم في الاكل برضو دي حاجه ترجعلك، بس هو بيدي تيست كده جميل جدا للاكل. كمان لو انتي حطيتي مثلا المعلقه دي قسمتيها نصين وحطيتي نصها في التحمير ونصها بعد ما التسبيكه تتسبك كده، بتدي طعم خرافي حرفيا بجد، تمام. بعد ما خلصت كده التشويح، خليته اللي هو يدبل بس مش عايزاه يصفر، تمام. اللي هو يعني ياخد لون بسيط قوي قوي كده، اللي هو لسه ما دخلش، تمام. بعد كده هروح حاطه الصلصه بتاعتي. انا كنت مطلعه كيسين، بس حسيت ان الكيسين كبار قوي فشلت ايه شويه منهم، تمام. جبت بقى حطيت التوابل بتاعتي، نفس التوابل اللي حطيتها في الشوربه حطيتها في الصلصه بتاعتي عادي جدا. بصي التوابل دي على حسب راحتك كل واحد وذوقه والتوابل بتاعته، تمام. بعد كده رحت مظبطه الملح بتاعي، وكمان هحط معلقه سكر، دي بتعادل الحموضه بتاعه الطماطم، اللي هي بتخليهاش تدي حموضه كده، او اللي هي تحمى على الصدر كده خالص، تمام. قلبتها بقى وسبتها تاخد راحتها على النار لحد ما تطلع الماده الدهنيه بتاعتي، اللي هي اللي على بتطلع مادة دهنية كده على الوش. هنزل بقى بعد كده بالخضار. اي خضار انت حطاه في الفريزر ما تسيبوهوش يفك ابدا، عشان ما يطلعش ميه اللي هو يبوظ من الاخر، تمام. مش هيبقى حلو خالص وهيجلد. او اي خضار انت مفرزاه في الفريزر طلعيه من الفريزر على طول على النار، تمام. انا كان عندي كيس البسله متخزن في الفريزر عادي جدا، رحت فاتحاه على النار على طول، حتى ما فضيتهوش في طبق ولا الكلام ده، لا، فتحت الكيس على النار على طول عشان ما يلحقش، او اللي هو يدي فرصه ان هو يجلد مني او يبوظ. بعد كده قطعت بطاطسيتين كبار حلوين كده، برضو على حسب انت عايزه ايه. ممكن تقطعي كوسه كمان، ممكن تحطي فاصوليا اللي هي الفاصوليا الخضراء. بصي الخضار ده على حسب راحتك او المتوفر عندك، تمام. يعني انا لو كان عندي متوفر اللي هي الفاصوليا الخضراء كنت حطيتها يعني، بس هي كانت خلصانه بس ما حطيتهاش عادي. ده يعتبر اللي هو طاجن خضار باللحمه. رحت كمان اللحمه كانت مستويه خلاص، يعتبر دابت، فخلاص اللي هي ايه حطيتها كمان تاخد السوا، لان البطاطس مش تاخد مني سوا. وكذلك برضو اللي هو البطاطس والجزر مش هياخدوا مني سوا قوي لانهم متقطعين صغير. فحطيتهم ياخدوا غلوه كده، اللي هي يستووا في بعض كده. وكل ما لقيت الصلصه قلت كنت بزودها. انا كده اصلا كده اصلا كنت زودت الطماطم من شوربه اللحمه، بس اللي هي كل ما كنت بلاقيها بتنقص كده شويه اروح مزوداها لو حسيت انها نشفت. وسبتهم بقى يغلوا لحد ما استووا ودابوا كده زي ما انتوا شفتوا، زي ما قطعت قدامكم البطاطسايه كده اتقطعت بكل سهوله. بعد ما خلصت رحت جايبه الطاجن بتاعي. اي طاجن بقى عندك، ممكن صينيه فرن، مش شرط طاجن، اللي تحبيه. ممكن كمان مش لازم انتي تحطيهم في الفرن خالص وتغرفي على الاطباق على طول. انا رحت مظبطه الطاجن وجبت الطاجن بتاعي ورحت غارفه فيه، عشان اديها اللي هو وش شوايه كده، اللي هي ايه، تحس ان هي خدت طعم الطاجن وريحه الفرن والكلام ده. بعد ما خلصته، هي ما خدتش في الفرن كتير اصلا، او انا استعجلت عليها شويه، لو كانت خدت في الفرن شويه كانت اتحمرت اكتر. رحت مطلعاها بقى وبقت زي الفل وجميله جدا. اكل الطواجن بالذات بيبقى تحفه، والطواجن بالذات ليها اكلتها وعشقها. فيعني الاكل اللي في الطواجن ده مزاج، وبصراحه لا يعلى عليه. وريحه الطاجن لوحدها اصلا في الاكل بتدي كده تيست فظيع. حبيت بس اوريكم كمان ان اللحمه ما شاء الله مش مستحمله حتى المعلقه، بتتفكفك كده. ده برضو يدل ان احنا ايه، ان احنا سويناها من بدري وسيبناها تاخد راحتها على النار، ما عذبتناش في السوا، تمام. والخضار برضو جميل جدا ومفلفل وحلو قوي. حتى كمان الرز انا هعمله لكم في فيديو لوحده ان شاء الله، عشان يبقى بالتفاصيل وكده. حبيت اوريه لكم برضو ان هو ازاي مفلفل وجميل. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتحطوا لي لايك، والسلام عليكم.